بهذه الكلمات القليلة عبر هذا الإرهابي عن ضخامة الهزيمة التي منيت بها جماعته في شرقي حلب، كما أظهر بهذه الكلمات حجم إرهابهم وترك قادتهم ومموليهم العرب لهم وخياناتهم لبعضهم البعض. نسوان، نحن نسوان ما نزلت يا حلب غاداتك يا حلب ونزلت هيك برفان وخلاف لك والاسلام لك والعرب والاسلام وين الاسلام يا حلب على البرمان يا حلب على البرمان وعلى الخليج كل شيء تخاذل علينا. وبعد نداءات الاستغاثة التي أطلقوها جراء انهيارهم وانكسارهم أمام تحرير الجيش السوري وحلفائه لشرقي حلب، جاء هؤلاء المسلحون ليقدموا صورة عن فرار قياداتهم وداعميهم من هذه المعركة. مشان كل العرب تعرف، مشان جيش الفتح، مشان أمراءنا يلي ما بدهم يتوحدوا ما يتنازلوا على الإمارة، عرفت شلون؟ فبعد تخريب أقدم الحضارات في أحياء الشهباء حلب، توجه هؤلاء الإرهابيون يجرون أذيال الهزيمة خلفهم إلى جبهة النصرة الإرهابية في إدلب، حيث كان في استقبالهم الهلال الأحمر التركي ليقوم بنقلهم إلى المستشفيات التركية. ولم يغب الضباط والجنود الأتراك عن المشهد في إدلب، وهو ما قدم إثباتا جديدا على الدور التركي الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.